بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متابعين، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحة جيدة دائما. في اطار وصفات العيد اليوم جبت لكم هذا البريستيج بالنسبة لي اجمل حاجة اللي درتها يعني من نهار بداية حليت الصفحة، لانه بزاف عجبني، وعلى قد ما تعبت عليه على قد ما حبيته. الفيديو تاع اليوم البنات راح يكون طويل شوية، لكن صدقوني مفيد، راح نعطي لكم معلومات مفيدة. اول حاجة نبداو بها، ما نساوش نصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والتسليم، وما تنسوش تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه باش توصلكم كامل الفيديوهات تاعي. اول حاجه بالنسبه للشوكولاته يا البنات، سواء الشوكولاته باش نديروا هاد القوالب، سواء قوالب واحد اخرين، اي حاجه يعني متعلقه بالشوكولاته في المول تاع السيليكون. المول تاع السيليكون قبل ما نخدموا به لازم ننظفوه مليح ونشفوه، والشوكولاته يعني ندوبوها نخلوها تبرد شويه باش نبداو نملؤوا القوالب تاعنا. انا واش رحت درت، جبت المول نظيف نقي من الشف، رحت درت في كل دائره درت فيها شويه تاع شوكولاته بالملعقه، ونبدا نمشي بالبانسو على كامل الجوانب. نروح نقلبها، نفرغ الشوكولاته الزائده نديرها في المجمد، ونعاود نخرجها، نزيد نعاود ندير لا دوزيام كوش. الخطا اللي يديروا الاغلبيه يقول لك ما نديرش لا دوزيام كوش باش ما تجينيش لا كوش تاع الشوكولاته ثقيله يعني خشينه وتجيني تقهم. هذاك هو الخطا، راح تتكسر لكم وراح تتعذبوا وراح تقعدوا غير تسخنوا في الشيكولا وتعاودوا، وقد ما تسخنوا الشوكولاته تاعكم راح تفسد لكم يعني يا البنات، وراح تولي تتكسر لكم وراح تعذبكم في الخدمه. خذوا الراي، ديروا لا بروميير كوش وزيدوا لا دوزيام كوش حتى تشوفوا لا كوش تاعكم راهي مليحه ومناسبه، كي تخرجوها من المول ما راحش تتكسر لكم. هذه ملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه البنات، كي نحبوا نعاودوا نخدموا بالمول تاع السيليكون، ماشي كي نخرجوا القوالب ما ننظفوهمش نقولوا معليش نديروا فوقهم مباشره، يا اخي هي راهي فيها يا اخي درت فيها شوكولاته. لا البنات، لازم نعاودوا نمسحوها بالبابي ولا بحاجه شيفونه مشمخه ونشفوها. لازم ننظفوا المول تاعنا، لانه الا ما نظفناش راح تشوفوا الشيكولا تاعكم من برا شهبه، يعني حتكون فيها نقاط بيضاء، وهذاك هو السبب، لانه كانت فيها شوكولاته ديجا يابسه وانتم درتوا فوقها على بها، راح تولي لكم هكذاك بيضاء من برا. والحاجه الثانيه، الشوكولاته تاعكم كي تجمد لكم بزاف عاودوا ذوبوها البنات وخدموا بها، وخدموا خدمه نقيه باش ما تقعدوش تتعبوا ويتكسروا لكم وتقعدوا تغنجقوا عبالي الشيكولا واعره الخدمه بها، على قد ما صامته الخدمه بها وتعيي وتعفن الحاله. يعني انا عطيت لكم هذه النصائح البنات باش هكذا ما تتعبوش وتخدموا خدمه نقيه على خطره. انا هنا كنت درت يعني راكم تشوفوا نوعين، كنت درت صابلي بريستيج اللي حتشوفوه في الفيديوهات مقبله ان شاء الله، ودرت هذا البريستيج اللي راكم تشوفوا فيه اللي جاني يعني في الحق بزاف بنين وبنين وشباب كيما راكم تشوفوا. اول حاجه نبداو في الوصفه. واش درت هنا البنات؟ درت علبه عفوا تاع حليب نسلي، ضفت عليه 50 غرام تاع كريمه سائله، وضفت عليه 90 غرام تاع الشوكولاته. بالنسبه للشوكولاته اللي استعملتها هي شوكولاته اللي ناكلوها، ماشي بديل الشوكولاته اللي نديروا به الطليه. باش نتفاهموا لازم نديروا الشوكولاته اللي ناكلوها البنينه هذيك. انا خيرت نوع تاع الشوكولاته اللي نسبه الكاكاو فيه 60%، يعني باش هذاك هو تكون نسبه الحلاوه تكون سوا. نروحوا نحركوا البنات حتى طيب معنا وتعقد، وشوفوا كيفاش تولي تلصق لي. شوفوا شحال تقالت، كانت مع الاول جاريه، نخليها طيب على نار قليله ونحرك حتى تشد روحها وتبدا تلصق لي يعني في الفون. تماك نعرف خلاص نروح نفرخها في صحن ونغطيها بالبابي فيلم ونخليها تبرد تماما. بعد ما بردت شوفوا كيفاش راهي شايده روحها وتقدروا تخدموا بها. درتها في بوشادوي وعمرت بها القوالب. بالنسبه لهذيك لابول تاع البيستاش خديت يعني مهد الكريمه اللي كنت عمرت بها القوالب، خديت شويه، كنت نستعمل الزيت لانه شويه تلزق، كنت كورتها ودرتها في البيستاش وزينت بها من الفوق. نروحوا لهاد الورقه اللي خدمتها بالعجينه الشوكولاته. بالنسبه لعجينه الشوكولاته البنات راح نعطيكم المقادير تاع الشوكولاته البنيه، لانه الشوكولاته السوداء والشوكولاته البيضاء راح تختلف فيها المقادير، راح نشوفوها ان شاء الله في فيديوهات مقبله. راح نعطيكم مقادير تاع الشوكولاته البنيه. درت 300 غرام شوكولاته، تقدروا تستعملوا بديل الشوكولاته، انا استعملت بديل الشوكولاته يعني الشوكولاته اللي نطليو بها القطوات تاعنا.
درت 300 غرام تاع الشوكولاته ذوبتها، وتخلو كي تذوبوها تخلوها تبرد قريب تماما، يعني تلحق درجه الحراره تاعها 35% اللي عنده المحرار. ونروحو نديرو 200 غرام تاع الجلوكوز، يعني ذوبتو شويه برك في الميكرووند قيس ما نقدر نتعامل معاه برك باسكو هو شتوه جامد. درتو شويه في الميكرووند قيس ما نقدر نتعامل به، ودرتو في هذيك الشوكولاته وخلط. البنات عجينه الشوكولاته ما تسحقش بزاف تحرك، يعني حركت الجلوكوز مع الشوكولا قيس ما يندمجوا المكونات فقط، ورحت فرغتها في البابي سيلوفان وخليتها تبرد 4 سوايع باش نخدم بها. عجينه الشوكولاته البنات كي تعودوا تخدموا بها الا كثرتوا لها الخدمه راح تطلق لكم الزيت تاعها، بصح ما تخافوش، غير تخلوها تريح تعاود تشرب الزيت تاعها. يعني هاد الملاحظات نعطيها لكم باش كي تعودوا تخدموا ما تخافوش وتقولوا بلي فزدت لي ولا لا، عادي. شوفوا انا طلقت لي الزيت وتعاود تشد روحها وتنشف ومليحه يعني، وتقدروا تاكلوها. انا تعجبني عجينه الشوكولاته خير من عجينه السكر. فوالا البنات، كانت هذه هي وصفاتي اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. كان فيديو طويل شويه لكن شرحت لكم بالتفصيل. راح نشوفوا يعني عجينه الشوكولاته في فيديوهات مقبله ان شاء الله، راح نديرها لكم بالتفصيل ان شاء الله باش تتعلموها. فوالا البنات، تهلاو لي في وصفاتي بلي جيم ولي كومونتير، نتلاقاو في فيديوهات مقبله ان شاء الله. سلام.